الحمد لله ومن يحمد سوى الله ولا إله إلا الله وما من إله إلا الله وأستغفر الله ومن يغفر الذنوب إلا الله وسبحان الله ولا ينبغي التسبيح إلا لله والله أكبر ولا كبير أكبر من الله ذلكم الله ربكم الذي قامت الدلالة على ربوبيته في سجل شهد الله سميع بدليل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله بصير بدليل وقل اعملوا فسيرى الله لا ولد له لا ولد له بدليل من اتخذ الله ردا على اليهود والنصارى حيث قالوا نحن أبناء الله أحمده على نعماه وأصلي وأسلم على رسوله محمد الذي عظمه وكرمه وشرفه على من سواه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما أضاء النهار بضياء واحلو لك الليل بظلماء أما بعد أمانة العامل والصانع وإتقانهما هذا هو عنوان لقائنا اليوم مع حضراتكم وسوف ينتظم الحديث في العناصر التالية أولا قصة ابن عمر مع راعي الغنم ثانيا الأمانة خلق سيد الأنبياء وأخيرا جزاء الخيانة فاعلون القلوب والأسماع والله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أيها الأحبة روى نافع أنه قال كنا مع ابن عمر في بعض أنحاء المدينة وكان معه أصحاب له فوضعت سفرة فيها طعام فأقبل راعي فقال له ابن عمر هلم يا راعي الغنم أقبل على هذه السفرة فقل معنا فقال راعي الغنم إني صائم فقال له في هذه الحر الشديد وبين هذه الجبال وأنت ترعى الغنم وأنت صائم فقال أبادر أيام خالية فتعجب ابن عمر
فقال له: أريد منك أن تبيعني غنما فنذبحها وتأكل من طعامها وتأخذ ثمنها. فقال له: إنها ليست ملكي، إنها لمولاي، إنها ملك لمولاي. فقال له: إن مولاك لن يراك، فإذا ما سألك قل له إن الذئب أكل الغنم. فمضى راعي الغنم وهو يشير بأصبعه إلى السماء ويقول: وأين الله؟ وأين الله؟ وأين الله؟ فتعجب ابن عمر من هذه المقولة حتى جعل يرددها ويقول الغلام: أين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ إذا كان رب الغنم لا يراني فإن الله يراني. الله مطلع علي، الله مطلع علي، فأين الله الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء. فحينما ذهب ابن عمر إلى المدينة سأل عن سيد هذا الراعي فاشتراه واشترى غنمه وأعتق الراعي لوجه الله وأعطاه الغنم لأنه عنده أمانة. إنه هذا الخلق العظيم، خلق الأمانة يا عباد الله، به تصان الأعراض والأموال والأنفس، به يسعد الإنسان، به تستقيم الحياة، به تتقدم الأمم، به تنشرح الصدور بالأمانة أيها الأحبة. فالله جل وعلا قال في كتابه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هي أداء الحقوق، أداء الحقوق والواجبات. الأمانة تشمل كل مناحي الحياة، الأمانة في الدين والعبادات، الأمانة في البيع والشراء، الأمانة في تربية الأولاد، الأمانة في كل صغيرة وفي كل كبيرة. فالله جل وعلا يثني على أهل الإيمان بقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أهل الإيمان هم أهل الأمانة الذين يحفظون الحقوق، الذين يؤدون الواجبات، الذين يؤدون الأمانات. فقد أمرنا الله جل وعلا بقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أمر من الله جل وعلا. بل إن الله سبحانه وتعالى قد ذم الخيانة بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى ذم الخيانة. الخيانة يا عباد الله، فقد قال الحبيب المصطفى وهو يصف هذا الزمان، وهو يصف هذا الزمان الذي طرت فيه الماديات والشهوات
وانشغل فيه الكثير عن لقاء رب الأرض والسماوات، انشغل فيه الكثير عن الدار الآخرة، وتعلقت قلوبهم بالدنيا وجمع المال. فقد قال الحبيب المصطفى: ستأتي سنوات خداعات. من هذه السنوات، من حديث النبي الذي يجسد حال الأمة الآن. فإذا فقدت الأمانة أيها الأحبة، جاء مكانها الفساد، وجاء مكانها الظلم، وعم مكانها الخراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحبيب المصطفى يقول: ستأتي سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتحدث في أمر العامة. وما أكثر التافهين والساقطين في هذا الزمان، وما أكثر التافهين والصادقين في زماننا الآن، حينما تجد من يتعرض في أمر العامة التافهين والصادقين. انظروا يا عباد الله على شاشات التلفاز، وانظروا عن الذين يتحدثون عن أحوال العامة من الناس. انظروا إلى هؤلاء، انظروا إلى التافهين والساقطين والراقصين والراقصات الذين يظهرون بالليل والنهار على شاشات التلفاز ويتحدثون في أمر العامة. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزمان الذي نحياه الآن: ستأتي سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب. الكاذب الآن هو الصادق. تغيرت الأحوال، تبدلت الأحوال، أصبح الصادق كاذبا، وأصبح الكاذب صادقا، وأصبح الخائن أمينا، وأصبح الأمين هو الخائن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا الزمان؟ ما هذا الزمان الذي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن الذي أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. هو ده المؤمن. المؤمن يا جماعة مش اللي بيصلوا بس، مش اللي بيصوموا بس، بيصلي وعنده أمانة وعنده صدق، صفتين لابد أن يتحلى بهما المؤمن: الصدق والأمانة. فهو خلق سيد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. بل إن الأمانة سبيل إلى أو سبب من أسباب دخول الجنة. الأمانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة. 6 صفات
الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا سيد الأنبياء والمصلحين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والخوف من الله والاستعداد للقاء الله. عباد الله، إني لا أغفر منه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا